وإذا كانت البنت نكدية تمسح فيك الكرة الأرضية، وإذا كانت البنت عصبية تمسح فيك الكرة الأرضية والكواكب الشمسية. وصلت الفكرة حبيبي؟ نصائح السوشيال ميديا هالأيام: إذا قالت لك البنت اتركني لحالي، اوعى تتركها لحالها، اوعى. إذا قالت لك البنت روح، لا تروح، لا خليك لزقان جنبها، الزق فيها، حط لزاق والزق جنبها. إذا قالت لك البنت تصبح على خير، اوعى تخليها تروح تنام، سهر معها للصبح. إذا قالت لك البنت أنا ما بحبك، بتكون هي بتعشقك، بس هيك أخي دراما غموض. إذا قالت لك البنت أنت صندل، معلش اتحمل، بيكون هرموناتها متخربطة شوي. لك أخي ليش يعني؟ ليش الدراما عم تدخلوها بحياتنا؟ ما عم افهم انا، ليش الدراما الهندية والتركية والامريكية عم تدخلوها في حياتنا؟ ما عم افهم يعني. اقول لك الانثى كائن غامض، الانثى ما بعرف شو، الانثى مدري شو بها. لا يا سيدي، انتو بنصايحكم ابو كلب اللي عم بتقدموه على السوشيال ميديا عم تاثر على حياة الشباب والبنات. البنت بتصير بتقول لحالها انا اذا قلت له هلا للشاب روح وراح معناتها ما بيحبني، والشاب يا عيني اذا قالت له روح بيسأل حاله أروح ولا ما أروح؟ يعني مثل غنية فيروز تعا ولا تجي، أو عمرو دياب عايش ومش عايش، أو وائل كفوري يضل يا روحي. خلص حلوا عن هالعالم، خليه يغلط ويتعلم من أخطائه يا أخي، خليه يعرف من أخطائه. البنت شو بتحب وشو بتكره؟ حاجة تجيبوا لنا نصايح مستوردة من برا مثل مسلسل ستريتو، ما بتعرفوا اسم طبخة، ما بتعرفوا نوع بيتزا، ما بتعرفوا نوع أكلة همبرجر، خلص ارحمونا. في أعماله أضرب من أبو لهب، ما حدا بيخلص من شره، شاب بنت ختيار ختيارة، حتى الحيوانات ما بيخلصوا من شره. وبيكذب أكثر من مسيلمة الكذاب ذات نفسه. يعني إذا بيجتمع مع مسيلمة الكذاب بيقول له مسيلمة الكذاب مبروك عليك اللقب. بيجي يوم الجمعة بروح بيصلي له ركعتين، بيطلع شو بيقول لي؟ أنا إن شاء الله راح يكون مقامي مع الأولياء الصالحين. لك ابي هنا صالحين، انت انكر ونكير لما بدهم يزبدوا يكونوا دبل عذاب لك. بدك تعيش حياة كفار قريش وقوم عاد ولوط، وبدك تكون خاتمتك مثل الشهداء والصالحين، ولك انت رح تكون خاتمتك مثل الشيطان الرجيم ملعون ليوم الدين. روح توب وارحمنا يفضى عينك، الاولياء والصالحين. الله يوفقك إلهي، الله يوفقك. عزيزي الطالب اللي عم تستنى هي اللحظة اللي بتخبط فيها بكتف البنت اللي بتحبها، وبيوقع الكتب على الأرض وبتنزلوا بتلموهم سوا، وبتلمس ايدك ايديها وهي عم بتلموا الكتب، وبتضرب عينك في عينها، وبتضلوا طول الدوام وبخلص المحاضرات ولسه انتوا على نفس النظرة. مسلسل حبيبي، مسلسل هذا بالخيال حبيبي، مسلسل. على الواقع انت اذا بتضرب بالبنت وبيوقع الكتب بتمسح فيك الجامعة والمعهد والشارع، واذا كانت البنت نكدية تمسح فيك الكرة الأرضية، واذا كانت البنت عصبية تمسح فيك الكرة الأرضية والكواكب الشمسية. وصلت الفكرة حبيبي؟ مسلسل خيال، مسلسل ما بتزبط على الواقع. ستريتو مسلسل خيال، الواقع تبعنا معكرونة بالبشاميليتو، ارحمونا. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. يا جماعة أتفه وأسخف برنامج ما له أي فائدة غير أنه يرفع لك الضغط هو برنامج أسئلة الشارع. بتلاقي اليوتيوبر أو المذيع شايل الميكروفون ورايح عم يسأل الرايح والجاي، وشو أسئلة؟ شي بيخزي. بيوقف الشاب بيقول له أنت إذا بكرة فقت ولقيت حالك بنت شو بتعمل؟ شوف، فيزيولوجيا مو ظابطة، فعليا مو ظابطة، كوميديا مو مضحكة، مو ظابطة. يعني بكل لك كيف بدي نام أنا وفي ولاقي حالي بنت؟ لا، والأجوبة شيء بيخزي أكثر من الأسئلة. يعني واحد بيقول له بطبق كل الشباب وبصير غني، إيه لأنه سوق الخواريف ماشي هالأيام. الثاني بيقول له بنام مع كل الشباب ولا بزعل شاب، يا عين شو شيء بيفتح النفس. الثالث بيقول له بصير رقاصة. يا فرحة امك بيك. نفس السؤال بيسألوه للبنات، إذا نمتي أنت وفقتي الصبح لقيتي حالك شاب شو بتعملي؟ واحدة بتقول له بسهر لوش الصبح برات البيت، طموح يعني. الثانية بتقول له باخذ بيت لحالي وما حدا قال له علاقة فيني، يا عيني. الثالثة بتقول له بعمل بدي على الوقت. يعني نضحك
كتير الجواب مضحك، عم بقول لك كتير جدا مضحك، يعني له ريحه قد ما مضحك. لك شو هالاسئله الزباله؟ يفضى عينكم، ارتقوا يا بشر، ارتقوا شوي بالبرامج، ارتقوا لانه القاعه تملى. بتحس الاسئله كلها مكتوبه بالتواليت يا زلمه، كلها لها ريحه. يلعن ابو ام الانترنت اللي خلانا نشوف هيك برامج ما بتجيب غير الجلطه.